المريخ السوداني يعلن القائمة الأفريقية، وأسامة نبي يتفقد كشف المريخ بغرض معرفة النواقص في الفريق. مرحبا بكم متابعينا الكرام مشاهدي قناة كورة فور لاين. إن كنتم أول مرة تشاهدوا قناتنا لا تنسوا أحبائنا الكرام الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس مع الضغط على زر اللايك حتى تصلكم فيديوهاتنا دون عناء البحث عليها. دائما متابعينا الكرام كما عودناكم في تغطيتنا المستمرة لأخبار الدوري الأفريقي والهلال والمريخ، سنتحدث اليوم عن كشف وتشكيلة نادي المريخ السوداني الذي سيخوض بها منافسات دوري أبطال أفريقيا لهذا العام. وضمت القائمة في حراسة المرمى كل من الحارس الدولي حارس منتخب السودان محمد المصطفى، بالإضافة للحارس جارس كافي وأحمد بيتر ومحمد إبراهيم أبو 20. في قلب الدفاع جوهرة المريخ المتألق مصطفى كرشوم، بالإضافة لحمزة داود صمام أمان المريخ واللاعب محمد كيزرا الذي تألق في منافسات الشان الأخيرة، واللاعب شمس الدين خميس. ويضم الرواق الأيسر شعلة المريخ مازن محمدين، بالإضافة لأحمد آدم بيبو وبخيت خميس. ويضم الظهير الأيمن رامي كوركاتيلا وحسن صابون، بالإضافة لأحمد طبنجة الذي يعتمد عليه أسامة نبيه في مبارياته الودية التي خاضها المريخ سابقا. وفي الوسط الدفاعي الارتكاز يضم المريخ اللاعب محمد الرشيد وسليمان زكريا ورمضان عجب ومحمد هاشم التاكت، بالإضافة لوجه عوض الشهير بهندسة واللاعب النجم عمار تيفور، بالإضافة للاعب التاج يعقوب وأمير كمال والذي أحيانا يلعب كمدافع. وأخيرا المريخ يمتلك في الارتكاز ضياء الدين محجوب. وفي مركز صانع اللعب أو ما يسمى بالوسط الهجومي يمتلك المريخ الجنوب سوداني جوزيف معليش ومحمد حامد الديش والكولومبي باريان أدينسون والسماني الصاوي. في خط الهجوم يضم المريخ اسكندر صامويل، بالإضافة لجزولي نوح جوهرة المريخ، بالإضافة لطارق لوكا وموسى كانتي. أيضا قام المريخ بإعارة لاعب وسطه محمد مختار بشا الذي لعب في الهلال العاصمي سابقا لنادي هلال الساحل لمدة موسم واحد، ولعبه صديق قوة لنادي حي العرب بور السودان. أما قائمة المغادرين تشمل اللاعبين البرازيلي باولو سيرجيو والبرازيلي رافيال والبرازيلي أليكس سيلفا والغاني فاتو سوليمانو والكونغولي إريك كامبالي والبرازيلي ماسيو زينو. إدارة المريخ حتى الآن لم تضيف لاعب جديد عدا لاعبي الموسم السابق، وقررت إضافة لاعبين في التعاقدات التكميلية في يناير القادم. هذه هي كل قائمة المريخ المسجلة حتى الآن. إذا أردتم مزيد من فيديوهاتنا اضغطوا على الاشتراك مع تفعيل الجرس والضغط على زر اللايك.